السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البطاطا، هنعملها بطريقة حلوة برضو وطريقة جديدة لبتوع الدايت او للأطفال، مغذية جدا وطبعا فوائدها ما تتعدش. هنجيب بطاطا، مثلا هجيب بطاطا حجمها كبير زي ده وهقشرها. طبعا شكلها من بره غير جوه خالص، من بره بيبقى مثلا شكلها كده بس هي مغسولة ونضيفة. وهنبتدي نقشرها، هناخد طبقة رقيقة جدا بالقشارة علشان خاطر طبعا القيمة الغذائية بتاعتها مش عايزة افقد اي حاجة منها. اللي هي الطبقة البيضة اللي هي الاولانية ديت، وتحتيها اللي هي الطبقة الحمراء. لا انا عايزة احتفظ بكل القيمة الغذائية اللي موجودة فيها. تمام، قشرتها، هي خدت الطبقة الرقيقة وسبت الطبقة اللي هي بتبقى بيضة شوية وهي تحت الطبقة الحمراء. وابتدي بقى اقطعها بالقطعة بتاعت اللي هي المخلل او المقطعة المشرشرة اللي بنعمل بيها المخلل او البطاطس بالشكل ده، تديني شكل لطيف. ما عندكيش هتقطعيها بسكينة عادية، هقطعها حلقات بالشكل ده وبعدين اقطعها صوابع، لا تخينة ولا رفيعة، زي ما بقطعها كده للبطاطس بالشكل ده. سهلة خالص وطعمها حلو ومغذية، وفي نفس الوقت هنغير في طعمها شوية. تبقى حلوة للولاد وتبقى حلوة كمان في الأكل، احنا نفسنا ممكن نحطها جنب أي أكل. وهفضل اقطع كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها واديها شطفة كده، وبعدين نجيبها بقى ونقول لكم هنعمل فيها ايه. خلاص خلصناها كده وغسلناها بالشكل ده. هبتدي بقى احط عليها شوية فلفل، شوية كمون، شوية بابريكا، شوية شطة، توابل اللي انت نفسك فيه. ممكن احط عليها برضو توم باودر وبصل باودر، برضو ده حسب الرغبة. في ناس ممكن يضيفوا لها اطعمة من اللي بتبقى جاهزة بره دي، بس بصراحة انا مفضلهاش وبتبقى طعمها مش لطيف. فهي بتبقى مسكرة طبيعيا وطعمها حلو ودسمة وبيبقى فيها طعم حلو، ده غير طبعا الغذاء اللي بيبقى جواها. فانا مش عايزة اغطي على طعمها، انا عايزة بس اضيف لها منكهات، حاجة بسيطة خالص من الحاجات اللي بتبقى عندي في البيت. ده طبعا حسب الرغبة اللي عندك، فلفل، ملح، كمون، بهارات، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، كاري، اي حاجة انت عايزاها. وهحط معلقتين زيت ومعلقتين خل، وهقلب كله مع بعضه. وهجيب بقى صاجة او صينية من صواني الفرن، وهبتدي ان انا هرص فيها البطاطا كده طبعا من غير زيت من غير اي حاجة، يدوب معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم دول. وهشويها كده في الفرن على الصاجة، تبقى جميلة جدا تتحمر. او انك ممكن تحطيهم في طاسة زيت وتقليها زي ما بتقلي البطاطس، بس بتبقى طرية من قلبها، لكن في الفرن بتنشف وبتبقى حلوة خلاص. وبتطلعيها وتاكليها جنب الاكل كده، بتبقى طعمها حلو قوي. وطبعا القيمة الغذائية اهم حاجة ديت اللي في البطاطا. يا رب تكون حلقة عجبتكم، ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.